السلام عليكم. بعد غياب طويل لي سنة من يوم دخلت الفيسبوك، أمس شغلوني اتصالات ورسائل في واحد بيتكلم يشتي من أصحاب البلاد لايكات ركعوه في وجهه. شوفوا الفيديو. ما نفع شيء، دخل المطبخ يقلد منال الطباخة، أدى إرشادات على البرد، بزل الخياري وقال انهم يلسوا الخياري هذا على اساس انه يحافظ عليهم من البرد. شوفوا نكبة سرنا عند الصيدلي، فعل هكذا ويشتي مع الصيدلي. قلنا له يا بني ادم بطل لك هذا الخجافة الذي انت بتكلم فيها، ما نفع شيء هؤلاء كلهن. قام يشتي يشنق نفسه. يشتي يشنق نفسه. قال عاقل ايش فيك يا ادمي، ايش الذي حصل لك؟ قال انا شفت على الفيديو. ما فيديو تشنق نفسك؟ قد الولد مصفر، قد عاد في شريه. بعد ما جرب هؤلاء كلهن جاي يلعب هو ولده ملاطمه. عندنا عيب ان الاب يعني ان الولد يلطم ابوه ولا انه يعتدي على ابوه. الاخلاق ما يجي من هذا اخلاق الناس ولا يجي من اخلاق اليمنيين. يا بني ادم آدمي خزا وزراء، الملاطمة بين الأب وولده ماش حسينة وعلو طوف، تعلمها من دالحين تعلم. لكن عشي بعد هذا لا كلهن دخل هو ولده يصلكعه الملاطم ويبز الزلط من جيبه. شوفوا الخزا والزراء. وقلنا له يا بني آدم اخزا وزراء، والله ما عاد لقيش اشياء. ايش فينا اذا انتقدنا؟ احنا بننتقدنا عادي. انا ما قد معي الا 12 فيديو، قناتك كلها صقع وملاطين. ما تعال انا عتهرب. لا يهرب تعال والله ما تجي خطوه. تعال والله ما عاد بعطل. تعال شوف وقعدك ادمي ولا عاد اجي اشوف لك صوره لا في داخل اليوتيوب ولا في الفيسبوك. ادورتنا صيحت فينا من هنا منزل كل يوم انت تجي لك شرح تجي لك توضيح على ايش؟ ولا خلت حرفه كلهن. انتوا هذا السروال ذي جالسي حق العجايز، انتوا سروال الثلاجه اخزا وزراء. شوف ذا الحين تبث تلفونك وتعطف. الله يفتح لك. لازم يلا روح، لازم نفتح لك صوره. خل داخل البيت يلا. هجعنا لا أص تشوف من الطاقة مرة ثانية عدا أحتها. والله صقع بالسنطة، والله لو أجي أشوفك مرة ثانية لا أجي أبصرك.